قديسة بتظهر لكل اللي يطلبها وشفاعتها بتستجاب بسرعة جدا. هي شفيعة من ليس له أحد، الشهيدة العفيفة أيرندا. تعالوا نعرف قصتها سوا. كانت الشهيدة العفيفة أيرندا من أسرة تقية جدا، وكانت بتحب المسيح جدا جدا. ولما وصلت لعمر 25 سنة شافها الوالي وأعجب بجمالها جدا، وكان عايز يتجوزها، بس طلب منها الأول إنها تعبد الأوثان وتسجد لهم. لكن القديسة رفضت بكل ثبات، وكانت بتقول القديسة دول عاوزين يبعدوني عن حبيبي يسوع. وقعدوا سنة كاملة بيعذبوها عذابات شديدة جدا. من ضمن العذابات دي إن هما خلعوا أسنانها، والملاك ميخائيل كان بيظهر لها ويقويها ويشفيها من كل ألمها. وكل مرة كان يحصل كده الوالي كان يستعجب جدا من شفائها ومن عمل الله ومعجزاته. ولما وصلت لعمر 26 قاموا بقطع راس الشهيدة ونالت إكليل الشهادة، وهي من شهداء أنصنة وشفيعة كل من ليس له أحد، وكمان شفيعة لكل الأمراض المستعصية. وربنا بيستجيب لشفاعتها بسرعة رهيبة لأجل تحملها لعذابات شديدة. وظهرت الشهيدة أيرندا على ضفاف النيل بتوبها، وهي لابسة فستان أبيض زي اللي في الصورة ده بالظبط، وكان مكتوب على الحزام اللي هي لابساه أيرندا بالقبطية. وبدأت تظهر في رؤية لكل اللي بيطلبها. في جزء من جسدها موجود في كنيسة العذراء والسمائيين في بهتيم في شبرا الخيمة. وفي معجزتين حلوين جدا للقديسة أيرندا. واحدة بتقول ماما تعبت من حوالي شهر ونص، وعملنا أشعة طلع فيها مية في بطنها ورجليها ونسبة تليف في الكبد. انزعجنا جدا وسافرنا للقاهرة وكشفنا، والدكتور طلب تحاليل أورام وأشعة مقطعية، وظهرت النتيجة إن في أورام في المبايض مرتفعة جدا. وحولنا الدكتور لدكتور نسا، وطلب إن احنا ناخد عينة من المية عشان نحللها، وعمل سونار. وفي يوم مرات أخويا كلمتني بتقولي إن مامتها وأختها كانوا في أنصنة بيزوروا الشهداء، وفي شخص هناك مسؤول عن الأجساد طلبت منه مامتها إنه يصلي لماما، فقال لها هبعت معاكي أمانة ليها، جزء من جسد قديسة شهيدة صغيرة في السن، هتقف معاها وتطمنها وهي هتعلن عن اسمها ليها. وروحت اليوم ده وكنت بتشفع بالملاك ميخائيل، فعملت سيرش في الفيسبوك على معجزات الملاك ميخائيل. طلع قدامي بوست، انا عادة مش بقرا اي بوستات طويلة، بس معرفش ايه اللي خلاني اقرا البوست ده. لقيته الشهيدة من شهداء أنصنة وصغيرة في السن، وبتظهر للناس وتعرفهم هي مين وقصتها ايه. بصراحة اتخضيت جدا وحسيت برهبة، وحسيت ان هي دي. فبعت لمرات اخويا طلبت منها انها تبعت لنا الجسد باسرع ما يمكن، ومرضتش اقول لها اي حاجة. وفعلا بعتت الجسد، ومن يوم ما وصل واحنا اطمنا وحسينا بسلام. وعدنا التحاليل تاني لقيناه نزل النص، ودي حاجة ايجابية جدا.